حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شايفين طبعا. حاجة كده فيها موزاريلا بقى وفراخ وبطاطس جمبري، يعني حاجة كده ولا ألذ حرفيا. تعالوا مع بعض كده بسرعة كده نشوف الطريقة. بصوا بقى، في طاسة حطيت فيها شوية زيت صغيرين وفصين توم اهو زي ما شايفين، ومعلقة صلصة خام، وحطيت برضو معاه كاتشب. ممكن تبدلي بدل الصلصة تحطي كاتشب عادي جدا. اهو قلبت. سيبكم من الخلطبيطه اللي انا بعملها دي في البوتاجاز، لان البوتاجاز حرفيا لو طلع بيتكلم. يعني انتوا شايفين، حطيت كريمه خفق اهو زي ما شايفين، وملح وفلفل، وحطيت ذره. الذره دي اختياري زي ما انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه براحتك. وحطيت البانيه متقطع، قليته عادي جدا وحطيته متقطع زي ما انتم شايفين. وادي الموزاريلا. ممكن برضو تحطي بطاطس محمره لو انت حابه، اللي انت عايزاه برضو جاهز وعادي. وهغطيها بقى وهسيبه بقى لوحده الموزاريلا تسيح كده. والبطاطس الجمبري اهو زي ما انتم شايفين، ميه حطيت فيها تلج، والبطاطس زي ما انتم شايفين اهي مقطوعه تخين. وهنا حطيت النشا والدقيق. حطيت توابل جبنه، ممكن تحطي توابل بطاطس بس انا قلت الجبنه احسن يعني. وبعدين حطيت كركم وكاري، وحطيت الميه اهو زي ما انتم شايفين، والملح طبعا. حسيت ان انا عايزه ازود فزودت. ده الكركم عشان يدي لون كده برضو. العجينه دي بصراحه يا جماعه تحفه، يعني اول مره اجربها بس بجد طلعت تحفه. وهنا برضو زودت الدقيق والكاري، وتوابل الجبنه برضو حطيت تاني، والملح. طبعا لازم تدوقيها عشان تشوفي انتي محتاجه ملح ولا لا. وهنا طلعت البطاطس من الميه وحطيت على الدقيق طبقه دقيق كده عشان تمسك في العجينه اهو زي ما شايفين. طعمها بجد يا جماعه تحفه، لازم تجربوها. اهو تقلبيه في العجينه واحده واحده زي ما شايفين، وفي طاسه سخنه فيها زيت تحطي كده واحده واحده، وتحطيه متفرق اهو. وحاولي برضو ما تقلبهوش غير لما تلاقيه كده لونه قلب ذهبي زي كده، وتشيليه على طول. بجد يا جماعه طعمه تحفه 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 تحفه، لازم تجربوها يعني. اهو واحده واحده، واتمنى تعجبكم وتجربوها ومتنسونيش بقى في كل جديد. يلا باي باي.